السجق الإيطالي بطريقة جوه الحلة. جبنا 3 حبات طماطم، حطيت عليهم زيت زيتون ودخلتهم الفرن عشان يتشووا. الطماطم المشوية بتعمل طعم رهيب في الوصفات اللي زي دي. طاسة الجريل بتاعتي ونزلت عليها بمعلقة كبيرة زيت زيتون وبدأت أرص قطع السوسيس. ده سوسيس إيطالي بالفراخ، طعمه حكاية. كمان بعد ما هنعمل الوصفة هتتوهموا بجمال الطعم. بسيبه 7 دقايق لحد ما يتشوي. اتشوى بقلبه على الناحية التانية عشان هي كمان تاخد الشوا بتاعها. كده الدنيا بقت تمام والشوي بقى تمام. 14 دقيقة 7 لكل وش. برفع قطع السوسجز وبحطها على جنب علشان أبدأ أنزل بالفلفل الألوان. بنزل بيه في نفس الجريل من غير لا زيت ولا غيره، وبنزل كمان بشرايح البصل الجوليان. حطيت توم مفروم وهتلاقوا المقادير كلها موجودة، وكمان قلبتهم تقلبتين لحد ما يتبلوا كده السيكة يعني. خلاص هعمل ايه بعد كده؟ هرجع قطع السوسجز في الشواية مرة تانية وانزل بالطماطم اللي شويتها عملتها عصير ونزلت بيها على السوسيس والفلفل الألوان. بتدي طبعا طعم حلو قوي. انا نزلت بنص الكمية بس، سبتهم مع بعض حوالي دقيقتين. بدأ السوسيس يتشرب. رحت نازلة بالتوابل بتاعتي، هتلاقوا كل حاجة في الوصف. بعد ما نزلت بالتوابل نزلت بالجزء التاني من الطماطم اللي عصرتها بعد ما كنت شويتها في الفرن عشان السوسيس والفلفل الألوان يتشربوا جامد قوي ويرفع التيست لفوق قوي قوي قوي. تعالوا بقى نقدمه مع بعض زي ما هو كده. دي طاسة شوي وطاسة تقديم. الريحة رهيبة ومجنناني في الصيام. الأكلات دي طبعا رائعة في آخر أيام في الصيام وإحنا لا طايقين المطبخ ولا طايقين نفسنا ولا طايقين الأكل. يلا ناكل من جوه الحلقة.